انتشرت في الفترة الأخيرة، انتوا عارفين طبعا في كل المحلات وانتوا عارفين أسمائهم، الكيك ده وعليه صوصات كتير، لوتس بقى أو نوتيلا أو. فأنا كان عندي علبة من السبونج كيك فانيليا، المفروض مكتوب عليها ان استخدم 6 بيضات، انا استخدمت 5 بس، وكوباية من المية. انتوا حسب طبعا الدقيق اللي بتشتروه، سواء سايب او معلب بيقول لكم المكونات ايه المفروض تضيفوها عليه. بعد ما ضربت البيض وحطيت الميه عليه ونزلت محتويات الكيس، في بايركس حطيت ورقه زبده وحطيت خليط الكيك ودخلتها فرن شغال 180 من تحت بس، وما احتاجتش اشغل من فوق. اخد حوالي 20 دقيقه بالظبط وكانت استوت. خلاص هنعمل هنا الكريمه او الكريم شانتيه. استخدمت كوبايه من الميه وفيها تلج، وكوبايه من اللبن، وكوبايه او باكت من الكريمه الشانتيه. وبعدين ضربتهم مع بعض وحطيناهم في زي كيس كده. وبعدين بعد ما الكيكه خرجت قلبتها على الوش التاني، وزي ما انتوا شايفين كده خرمت السطح بتاعها بلاستيك وقلبناها علشان السطح ده بيكون مظبوط اكتر من التاني. وبدات احط بقى الكريم شانتيه باي كيس او باي حاجه حسب ما انتوا تظبطوه، واظبط الوش كده بحيث يكون كله متساوي. وعندي هنا حوالي 3 معالق كبار من اللي هي الشوكولاته السبريد، سيحتهم في الميكروويف، وبعدين حطيت عليهم معلقتين لبن ومعلقتين زيت وقلبتهم مع بعض. ما استنوش هنا بقى للاسف ان الكريمه تمسك شويه، فحطينا على طول شوكولاته عليها، وطبعا كانت ساحت بس الحمد لله كانت